السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتا السمو الملكي الأميرة سناء عاصم والأميرة صالحة بنت عاصم، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الأهل الكرام، في بيت الشراكسة اجتمعنا بأرواح مبتهجة يؤكدها الفؤاد. نفرح بالحسين، فرح الحسين برجوته فأصبحت أميرة، وبهما تمتلئ نفوس الأردنيين حبا. فللهاشميين في القلوب مكانة كبيرة. بنو هاشم قدوتنا نحن الأردنيين من شتى المنابت والأصول، نفتخر ونسرد للعالم أجمع حكاية مجد في أسفار وفصول. وعهد الشراكسة ولاء وانتماء، عهد ثابت لا زوال له ولا انتهاء. اللهم بارك للحسين ورجوة، واجمع بينهما في الخير، واجعل بيت الهاشميين عامرا بالأفراح، متوجا بتاج الجلالة، تاج أبي الحسين عبد الله. مبارك لأبي الحسين ومبارك لأم الحسين، ولتبقى الأفراح عامرة في دياركم والوطن أجمع. إذن الآن مع كلمة لرئيس الجمعية الخيرية الشركسية الباشا محمد حميد دغجوقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة السمو الملكي الأميرة سناء عاصم، صاحبة السمو الأميرة صالحة بنت عاصم، حفظكم الله ورعاكم. نحن فخورون بكم لوجودكم معنا في هذه المناسبة العطرة. أنتم تنورون المكان بوجودكم وتغمرونه محبة وضياء. أصحاب المعالي، أنتم أهل للمعالي، فنتمنى لكم مزيدا من العلو. أصحاب العطوفة والسعادة، بارك الله بكم. نسأل الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والسعادة. الأهل والأحبة الذين لبوا الدعوة لمشاركتنا احتفالنا الليلة، بارك الله بكم وأبقاكم ذخرا لنا. الحضور الكرام، الحضور الكرام، أصحاب القلوب البيضاء التي تتدفق محبة ووفاء ووطنية وانتماء، ندعو الله عز وجل أن يسبغ عليكم مزيدا من نعمه. نرحب بكم جميعا باسم الجمعية الخيرية الشركسية وجميع المؤسسات الشركسية، ونشكركم على حضوركم في هذا المساء المبارك لتشاركوا الأسرة الوطنية الأردنية فرحتها بمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله. على صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوى الحسين، حفظهما الله ورعاهما. اليوم يوم الجمعة، يوم مبارك، والمناسبة مباركة، وحضوركم مبارك بعون الله. باسمكم جميعا أتوجه إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله
الحاضر في قلوبنا لأقول له بعض الأبيات الشعرية التي قالها الجواهري في جده المغفور له الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه مع بعد التصرف. يا سيدي أسعف قلبي ليقول في عيد زواجك الجميل جميلا، لله درك من مهيب وادع نسر يطارحه الحمام هديلا. أنا في صميم الضارعين لربهم ألا يريك كريهة وجفيلا. أميرنا المحبوب يا ابن الهواشم، نحن معك بأفعالنا وقلوبنا وضمائرنا. نحن لا زلنا وسنبقى على العهد لآل هاشم بقيادة جلالة قائدنا الأعلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله، صاحبة السمو الملكي رجوى الحسين. بارك الله فيكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. عين الله ترعاكم، مبارك عرسكما الميمون، ورزقكما الله الذرية الصالحة. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لبعض الذين ساعدونا لتنظيم هذا الحفل وإخراجه بهذه الصورة. أولاً الشكر لمعالي أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الأكرم وجميع كوادر أمانة عمان، وخاصة الدكتور مهيرات رئيس لجنة لواء وادي السير الموجود بيننا الآن، وابننا سيزار عمر صوبر على تعاونهم في إظهار الجمعية بمظهر يليق بالمناسبة العطرة. كما نشكر القوات المسلحة ممثلة بالعميد أحمد طلعت مدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة على ما قدموه لنا من مساعدة بتوجيهات من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة حفظه الله. كما نشكر عطوفة متصرف لواء وادي السير الدكتور سعد العبد الله. على ماذا نشكره؟ على رحابة صدره في تعامله مع إخوانه أبناء اللواء وهو موجود بيننا. كما نشكر عطوفة مدير شرطة جنوب عمان وإخوانه على عملهم الدؤوب في توفير الأمن والأمان. قبل أن أختتم أود أن أشكر باسمكم جميعا أيضا شبابنا الذين قاموا بالأمس برفع رؤوسنا بتقديم الفن الشركسي الجميل في مضارب بني هاشم. عاش الأردن بقيادته الهاشمية وبشعبه المعطاء حرا أبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حاب أحكي شوي من القلب هيك. شرفت يوم أمس بالتغطية الخاصة الموحدة عبر شاشات الوطن لمراسم حفل الزفاف، زفاف الوطن، اللي إحنا شعرنا جميعا بأنه هذا الزفاف بخصنا، بخص عيلة، فرد، أخ، ابن، كل واحد شعر شعور معين. ولكن يعني بصراحة اليوم جمعتنا كمان كملت الفرحة وكملت مراسم الزفاف. أنا حاب من خلال هذا الفيديو رح نتابعه الآن نرجع نستذكر
أمير الشباب ويعني أمير القلوب اللي امبارح هو وأيضا صاحبة السمو الملكي رجوة الحسين اللي دخلت برضو قلوبنا جميعا. رح نستذكر بعض اللقطات من الطفولة وأيضا مراسم الزفاف لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وأيضا صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين. نتابع. الأردن بالحب ولا أقوى، بالفرح نجوم وعم تضوى، فرح الحسين ورجوة الأردن فرحان، ومن عز جبين سيدنا ولمعت عينين ملكتنا، عمان عرسنا عزمتنا جينا يا عمان ويا أمير اسمك عائسم جدك أغلى إنسان، حروف الأسامي عالخاتم آل سيد وبني هاشم، بكرة بيزيدوا الهواشم بنات وصبيان، يا أمير ما حدا قدك شريكة عمر قلبك حبك، يا اسمك عائسم جدك حروف الأسامي عالخاتم آل سيد وبني هاشم، بكرة بيزيدوا الهواشم بنات وصبيان. جمعت الحبايب كلهم والعرب كبير فرحتهم، أردن رجال وبواسل الملك عبد الله أولهم، والمملكة الهاشمية عروبتها تاريخية، حتى المجد يكبر أكثر صارت عروس سعودية، يا أمير عمر قلبك حبك، يا اسمك عائسم جدك أغلى إنسان، حروف الأسامي عالخاتم آل سيد وبني هاشم، بكرة بيزيدوا الهواشم بنات وصبيان. إذا من بعد ما تابعنا هذا الفيديو راح ننتقل الآن ونسمع أيضا يعني قصيدة شعرية هزيج على مقام الروح من الآنسة ياسمين ومار، فلتتفضلي مشكورة. The stage is yours. أهازيج على مقام الروح، فرح الكلام وصار أغنية تشدو بها الطيور حين الرواح والغدوة، تعدو بها الأرواح تسمو بها الأفراح، تعلو بها تدنو بها والفرحة في كل ناد وساح. هذا الحسين، هذا الحسين بن الهواشم، سيد من بيت الكرام والنخوة، من نسل خير الأنبياء والسادة الأشراف والقدوة. رفع الأكف يرجو من الله توفيقا، سائلا ربه دعوة،
فكانت جواب دعواه رجوة، واستجاب له الرب فأهداه سليلة عز نجدية، أصيلة فخر سيفية، كريمة من كرائم سعودية. أهداها الزمان در رغدان، أمير مفاخر أردنية، نسل الأكابر من بني عدنان، نبت كرائم هاشمية. فرح الزمان وغنى للحسين ورجوة، وراحت خيوط الشمس تشدو وخيول العز تغدو. هذه أفراحنا مع كل فجر، ولتملأ قلوبنا بهجات وزهوة، ولنكتب على وجه الزمان حق أن نفرح بالحسين ورجوة. فهذه هي الأفراح تمشي بيد الحسين، وجوار القلب بل في القلب رجوة. تحمفي ونرنخو في ورامر خويتو، غاش أرش أنغرة نا مسرة نا سبرة في كودو، تحمد نيم فترغت. شكرا للآنسة ياسمين ومار. وننتقل الآن لفقرة غنائية للآنسة نبس شواش والآنسة رحمة إسحاقات. تفضلوا. Hadi yapşına, bir şey
مرات الوالد كان يجي على البيت بالمساء ويقول لي طيب ابنك موجود؟ بقول له مش موجود. قلت طيب مع السلامه. سيدي تفضل على البيت. لا قال لي انا جاي بس اشوف حسين يعني. فانا لسه شاعر بعيون ابني لما بنحكي عن جده. وكان في يوم هيك شيء ذكرني فيها وقررت اسال عنها وسبحان الله صار النصيب. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. يعني من بعد مراسم الزفاف الملكي وهي المشاهد الجميلة اللي راح تحفر في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وفي ذاكرتنا للأبد، يوم مميز 1/6/2023. إذن ننتقل الآن إلى الفقرة الغنائية مع الآنسة لارا ومار. وأغلى ما في الوجود نوصل بيه
الله يا هالوطن مع لارا ومار، سمعناها بهالصوت الجميل، يسلم هالصوت لارا. ويكاد لا يخلو بيت كل أحد منا من عسكري القوات المسلحة، إخواننا وعزوتنا، واتضح ذلك برفاق السلاح اللي كانوا متواجدين مع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حتى بحمام العرس، حتى شفناهم أيضا في مضارب آل هاشم. هذا يؤكد على دورهم دائما بحماية هذا الوطن وبمقدسات هذا الوطن اللي دائما نحكي إنه غالي علينا جميعا، ولكن هم بيتعبوا وهم دائما متواجدين لحمايتنا ومنشوفهم بأبهى صورة. إذن رح نبدأ الآن بسماع موسيقات القوات المسلحة، يعني مع البداية من الخارج اللي أيضا سمعناها يوم أمس في الزفاف. نستمع معا.
كيف شعشكم؟ هذه يحبك سيديني حمادي زلفقيق الكريم وراكم هذه هي شكاسم يسجل سلام فابه شبوتك قومي بسمي جاكم بزرت وكيف يجي خبر ديال في حد هاديكم يا داني شيخكم يجي يا ونقشكش الشيخ سلام فاب حماته سو في بجح حلابه عبد الله يطوالم دلو خف جدوءه نساجم مش حاجه دواسه قام تحم راسه صح يريد تحم اردن ري فتنه رينو أدي خم عرب خمي موسم كرم زبصو شانفو تحطي كرم طيب بدي أضيع لكم 5 دقائق خاصة جيل شبابنا وصبايانا الأصغر عمرا اليوم نحن عم نحتفل بس الشركة سعادة قفقاسيين بشكل عام بس يحتفلوا بيسووا شيء اسمه جب هذا الجب صار له سنين وسنين وسنين ما تغير وحافظنا عليه لكن في له عادات وتقاليد كمان لازم نحافظ عليها اكثر واكثر فنتمنى تسمعوا لي هال5 دقائق خاصة شبابنا وصبايانا عشان بس نطلع برا نسوي جب حلو يكون فعلا جب يستحق بهذه الكلمة انه يكون على الشابزة مضبوط وفيه أديانة وفيه روحنا اللي ما فقدناها طول آلاف السنين. الجب الشركسي بدي أحكي عن خاصية المجتمع الشركسي في الأردن وهي تتشابه مع الجب في كفر كما وريحانية فلسطين بسوريا بالجولان بتركيا بشكل كبير مرات تختلف في بعض الجزئيات البسيطة مع القفقاز لكن بشكل عام الشركسي أول ما يرقصوا بالجب يرقصوا رقصات بطيئة اسمها زفاف أو زربطة. هاي الرقصات لها أنواع متعددة مختلفة من قبيلة لأخرى من منطقة لأخرى. هاي الرقصات البطيئة هي الإنسان الشركسي اللي بيسمح له العادات تسمح له إنه يتعرف على الصبية اللي قدامه أو يتعرف على الشاب اللي قدامها بأسلوب راقي بأسلوب العيون أسلوب الروح بدون ما يكون في كلام بدون ما يكون في حركات شديدة وقوية. بعد ما الشاب والصبية يعطيهم الجب أو الكابزة أو العادات تعطيهم المجال يتعرفوا على بعض بينتقل الجب لمرحلة أخرى اللي هي مرحلة القيجح أو القيجح اللي هي الرقصات الشديدة القوية ششم زبثات ايش ما كانت الرقصات هاي بتركيا حافظوا على الحبرش كلها رقصات سريعة بنتقل الموضوع مثل الدائرة من تعرف الروح إلى الروح إلى بيان القوة للفارس القوة الجسدية اللي بيقدمها بالجو والصبية تبين خفتها ورشاقتها. دليل ايش؟ دليل انه قادر يحمي بيته واولاده ومرته وعشيرته ومنطقته وقريته وهي خفيفة الحركة زوجة قادرة انها تكون ست بيت تقوم بواجباتها تربية اولادها وصيانة بيتها وصيانة زوجها واهله واهلها. بعد ما ننتقل من هاي المرحلة بتلف الدائرة لا تتسكر تقريبا بالوجه. الكلمة الشركسية القديمة للرقص الشركسي أو الفلكلور هي مأخوذة من لهجة الشابسة قوقل مش قشفن كانت قديما قوقل لأن الوجه هو أقدم رقصات شعوب القفقاز. كانت هاي الرقصات هي الرقصات اللي كانوا يتقربوا فيها قديما للآلهة وتطورت مع الزمن للشكل اللي احنا بنحافظ عليه بعد ما صرنا
مسيحيين والحمد لله رب العالمين بعد نصر المسلمين. الوجه بيصير رقص جماعي. لما يصير رقص جماعي بيصير في عندك المجال امام الناس وامام الاهل وامام الاصدقاء تحكي الان مع اللي بدك تتعرف عليها. بعد ما تكون قدمت مثال لروحك، قدمت مثال لقوتك، الان في عندك مجال انك تحكي وتتعرف. هيك بتكون الدائره سكرت من الزفاف، الرقصات السريعه للوجه، دائما بتضل الدائره بنفس الترتيب. السبب بيعتقدوا اهل القفقاز ان الدائره لانها ما لها زوايا فهي لا نهائيه، فزخارفنا اللي بتكون على واعي، على القامات، على السشوه، حتى التابغات تبعون العائلات دائما فيها دوائر، لأن الدائرة لا نهائية. فنحن بس نشكل دائرة بهاي الرقصات خلال قيامنا بفلكلورنا خلال الجو، نعطي مجال من كل جو أقيم في عرس أو مناسبة إنه شاب وصبية يتعرفوا، فيصير في عندنا جو ثاني وعرس ثاني ومناسبة ثانية، فبتضل الحياة مستمرة من مناسبة إلى أخرى، من جو إلى آخر، من عرس إلى آخر، فبتضلها دائما في نفس الترتيب. فهيك نظموا أجدادنا هاي العملية. لكن هاي العملية كمان في لها أحكام. أولا زي ما هي دائرة، نفس الشيء بنوقف في دائرة. الدائرة بتساوي فيها الناس جميعا. نحن شعوب القفقاز ما عندنا واحد أفضل من الثاني، كلها هي قوايا، كل واحد فينا individually بحب يكون هو المميز. فطاولتنا مدورة وشقنا مدور عشان الجميع يتساووا فيه، لكن في مكان محفوظ دائما للكبار اللي هو في الأمام، الأصغر عمرا في الخلف. اللي بده يرقص ويشارك المناسبة بيطلع أمام، اللي بس بده يزكف ويشارك إخوانه يوقف ورا. الأقرب للمشيناوات واللي بيعزفوا هم الكبار عمرا والضيوف، والأهل والأصحاب والشباب أبعد. ودائما كانت قديما العادة يتسأل البشناوة أول شيء. البشناوة كان ممنوع روح الحرب. غير البشناوة في حكي أكبر اللي بنظم حلبة الرقص أو الفلكلور. في عندنا كمان جواكوا اللي هو كمان بغني أو بحكي خخ أو بينظم العرس كله. هدول عادة خاصة البشناوة عشان لو بيحفظ العادات والتقاليد، بيحفظ الأغاني، بيحفظ التاريخ، بيحفظ الموسيقات، بيحفظ الغبسة، ما بصير ينترك روح الحرب يموت، لازم يضلوا حي حافظ عليه عشان يضلوا من جيل لجيل كل هاي الأخبار. فدائما الكابسة قديما كانت بنسأل البشناوة أول شيء تحب ترقص، واحتراما وأدبا بالكبار والضيوف البشناوة بيقول لا. بعدين بيرقصوا حمادات، بيرقصوا ضيوف، بعدين الشباب، بعدين أهل البيت آخر شيء. يمنع منعا باتا إنه واحد يرقص مع أخته، مع بنت عمه، مع بنت خاله، أو مع أي واحدة من عيلته. وقديما كمان كان يمنعوا كل واحدة من الحارة لأنها زي أخته. أي واحدة ترقص معها بدك تتعرف عليها، بدك تكون مش من بيتك ولا من عيلتك، لا من أهلك ولا من أمك ولا من أبوك ولا من حارتك. عشان دائما حسب السنة صلى الله عليه وسلم قال غربوا النكاح، عشان دائما يكون في نسل قوي، دائما الواحد يتعرف على ناس جداد وعائلات جديدة ويترابط الناس والأسر مع بعض. اثنين، ما بيصير وانت بترقص شبابنا بالذات تلف ظهرك للصبية أو هي تلف ظهرها إلك. في احترام لازم يكون بيناتهم. هي لفت على اليمين تلف على اليمين، لفت على الشمال تلف على الشمال، وانت نفس الشيء. قديما كانت البنت هي اللي بتقرر انا انهي الرقصه او لا، وليس الشاب. وان كان عمرك 80 سنه بدك تضلك ترقص اذا صبيه او ست قدامك. القفقاز المتجوزين ما بيرقصوا مع بعض، بقول لك بنخاف من العين.
عندنا بالاردن ببلاد الشام برقصوا متجوزين مع بعض والكبار مع بعض. للاسف صارت عاداتنا. في بعض الاختلاف مرات بتصير والعادي هم يتبعوا الناس. اكيد في اختلاف بيننا وبين مناطق ثانيه مع الزمن صارت. لكن انك تدير ظهرك تترك الصبيه وتروح للشباب تسوي حركات ظهرك لها ما بصير. بدك تسوي حركات بدك تحترمها وتحترم الموجودين. كمان في شيء اسمه عند الجب شغالي جب عند الشركس. شغالي جب العائله بعد ما يروحوا الضيوف والناس يقعدوا مع بعض، الكبار بيقعدوا على الكراسي، الشباب والصغير اولاد العم ممكن يرقصوا مع بعض، يتسلوا مع بعض، يرقصوا الرقصات الخفيفه والحلوه والمرحه اللي بيضحكوا فيها مع بعض. تكون العائله بعد ما روحوا الضيوف بيقدروا يرقصوا مع بعض، لكن امام الناس ممنوع شاب يرقص مع اخته او مع بنت عمه او مع قريب. ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، بجوز في عادات كثير ثانيه لازم تعرفوها ولازم نحافظ عليها. الحديث يطول، لكن الان دخل شنواتنا يبلشوا يعزفوا. اللي بحب يضل قاعد بالقاعه راح يكون في بث مباشر للجب على الشاشه، يرتاح ويتفرج على الجب. شبابنا وصبايانا مع شنواتنا، تفضلوا لمره واهلا وسهلا فيكم.